عمرك وقفتي قدام نفسك في المراية وسألتيها انتي بقى ايه اللي وصلك للمرحلة دي؟ عمرك حسيتي ان الطمع ممكن يعمي عينيكي لدرجة انك تعملي حاجات عمرك ما كنتي تتخيلي انك توصلي ليها؟ انا كنت ست عادية جدا، كان حلمي بسيط وكنت راضية بحياتي. لكن في لحظة كل حاجة اتغيرت وخدت قرارات غلط، قرارات ضيعتني وخسرتني كل حاجة، بيتي وسمعتي وحتى كرامتي. تعالوا أقولكم حكايتي. أنا اسمي مروة، خريجة كلية تربية. كنت بنت طموحة بحلم يكون ليا مكانة وشغل محترم. اتجوزت سامح، شاب طيب جدا بس ظروفه كانت على قده. كان شغال في وظيفة بسيطة ومرتب قليل، وكنا عايشين بالعافية. في الأول كنت راضية وكنت بقول الستر والرضا أهم من الفلوس. لكن مع مرور الوقت بدأت أحس بالغيرة من صحابي اللي عايشين في مستوى أعلى، اللي عندهم شقق في أماكن راقية وبيسافروا ويشتروا اللي نفسهم فيه. كنت أبص لجوزي وأقول هو ده مستقبلي؟ هفضل طول عمري عايشة على قدي؟ في يوم قلت لسامح مروة أنا بفكر أفتح سنتر للدروس الخصوصية. أنا مؤهلة ومتعلمة والطلبة محتاجين حد يشرح لهم كويس. لكن رده كان صادم. سامح يا بنتي بلاش وجع دماغ، إحنا بيرلي قادرين على مصاريفنا، اشتغلي في مدرسة حكومية وخلاص. بس أنا كنت شايفة أكتر، كنت حاسة إن السنتر ده ممكن يفتح ليا باب رزق كبير ويغير حياتنا. فضلت زن عليه لحد ما وافق، واستلفت فلوس ورتبت المكان وفعلا فتحت السنتر. في الأول الدنيا كانت ماشية حلو، كان في طلبة كتير والفلوس كانت معقولة. كنت بحس إني حققت حلمي وبقول لنفسي هكبر وهعمل اسم لنفسي. لكن مع الوقت العدد بدأ يقل ومصاريف المكان كانت كتير والإيجار عالي. بدأت أتوتر وأقول لنفسي أنا لازم ألاقي طريقة أجيب بيها فلوس أكتر. هنا بدأ شيطان الطمع يلعب في دماغي. بدأت أهتم بشكلي زيادة، ألبس لبس شيك وجذاب عشان الطلبة تيجي. وبدأت أفكر ليه أفصل البنات عن الولاد؟ ما أخليهم كلهم مع بعض. الولاد هيجوا عشان يشوفوا البنات، والبنات هيجوا عشان الولاد، والمجموعات هتكبر والفلوس هتزيد. وفعلا لما عملت كده العدد زاد جدا والفلوس بدأت تتحسن. لكن وأنا بدي الدروس بدأت ألاحظ تصرفات مش مظبوطة، نظرات، ضحك جانبي، كلام بينهم مش بريء. كنت أحس إن في حاجة غلط، بس كنت أقول لنفسي طالما مش هيحصل حاجة كبيرة مش مشكلة، المهم فلوس. في يوم بعد ما خلصت مجموعة كبيرة جه واحد من الطلبة الأغنياء اسمه كريم. قال لي كريم يا مس، أنا وصاحبتي عايزين ناخد درس خصوصي لوحدنا وهديكي أي مبلغ تطلبيه وكمان ضعف اللي تطلبيه. وقتها حسيت قلبي بيدق بسرعة، الفلوس كانت كتيرة جدا. حاولت أتمالك نفسي وقلت له مروة، طب ما انتوا قاعدين مع باقي الطلبة مش فاهمين ايه بالظبط؟ رد بثقة وقال كريم احنا محتاجين شرح أكتر وتركيز وعايزين مكان هادي، وانا بابا بيديني فلوس كتير، مش هتفرق معانا. وقتها الطمع غلبني ووافقت. بدأوا ييجوا ياخدوا دروس خاصة وكانوا بيطلبوا بريك طويل. كنت بسيبهم وأقول 10 دقايق مش هيحصل فيهم حاجة، المهم فلوس. لكن مع الوقت البريك بقى نص ساعة وبقوا يجيبوا معاهم أصحابهم وكانوا بيدفعوا مبالغ خيالية. كنت شايفة إن اللي بيحصل غلط بس الفلوس كانت بتعمي عيني. بدأت أحس بالخوف، كنت أسمع ضحك عالي من جوه الأوضة، وأوقات كنت أحس إن في تجاوزات، بس كنت أقول هو أنا مالي؟ هم حرين وأنا مالي. وفضل الموضوع يمشي والفلوس كانت بتزيد وأنا كنت كل يوم بغرق أكتر. وفي يوم واحدة من البنات اللي كانت بتيجي عندي حصل لها مصيبة. أهلها اكتشفوا إنها بتقابل زميلها عندي والبنت اتفضحت قدامهم. جم أهلها عندي فضلوا يخبطوا على الباب ويزعقوا، وبعدين اقتحموا المكان وضربوني قدام العمارة كلها. الكلام وصل للشارع كله، وجوزي اللي كان مسافر اتصل بيا وهو بيزعق سامح، انتي فاكرة ان اللي بتعمليه ده مش هيوصلني؟ سيرتك بقت على كل لسان، ازاي توصلي للمرحلة دي؟ حاولت ادافع عن نفسي وقلت له مروة شوف انا بجيب قد ايه، دي فلوس هتحل مشاكلنا. لكن رده كان قاسي، سامح فلوس ايه اللي تيجي بالغلط؟ انا ما ينفعش اكمل مع واحدة سمعتها بقت بالشكل ده، ورماني مين الطلاق. بعدها بقى الشارع كله بيبصلي بنظرة وحشة، سمعتي اتدمرت والسنتر اتقفل وحتى الشرطة اتدخلت في الموضوع.
بعد ما كنت بحلم أكون مدرسة ليها احترامها، بقيت مشهورة في المنطقة كلها بسمعة سيئة، وخسرت كل حاجة، بيتي وجوزي وكرامتي. دلوقتي أنا قاعدة لوحدي، مش لاقية حتى مكان أروح له، ولا فلوس ولا أهل ولا جوز ولا حتى سمعة. عرفت وقتها إن الفلوس اللي تيجي بالغلط عمرها ما هتبني حياة، بالعكس هتهد كل اللي بنتيه بإيدك. مفيش فلوس في الدنيا تستاهل تخسري احترامك وسمعتك، لأن اللي بيضيع مش بيرجع تاني.